بسم الله. واول حاجه احب ابدا بيها الصلاه على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب. يلا اشتركوا في القناه وفعلوا رمز الجرس عشان اسرتنا وعيلتنا تكبر بيكم ونعرف نكمل معاكم. مش محتاجه اعملك اي حاجه يا هدى؟ لا يا طنط، شكرا يا حبيبتي، انا خلاص وضبت كل حاجه وجهزت كل حاجه. وسامي كلمني من المطار، وصل وقال ان هو جاي في الطريق. وحشتيني قوي يا حبيبتي بجد، القعده معاكم بالدنيا. يا حبيبي يا سامي، وانت كمان وحشتني، ربنا يخليك لينا. بس انتي مش عاجباني يا هدى، انا من ساعه ما رجعت بقالي شهرين اهو، وشكلك متغير كده ومش عاجباني. لا لا يا حبيبي، انا كويسه، بس هو شكله دور برد داخل عليا. ماما، تعالي بسرعه حبيبتي، اصل هدى شكلها تعبان قوي وانا مش عارفه اعمل ايه. هدى، خدي يا بنتي اختبار الحمل ده، انا اشتريتهولك، شكلك كده حامل، يا رب ان شاء الله. ايه؟ حامل؟ لا لا يا طنط، ده هتلاقيه بس تعب عادي، وزي ما قلتلك ده برد. اسمعي كلامي انت بس واعملي اختبار الحمل، ولا اقولك تعالي وانا اروح معاكي للدكتور. ايه؟ الدكتور؟ لا لا يا طنط، انا هعمل اختبار الحمل. الف مبروك يا سامي، شفت؟ طلعت حامل. الله يبارك فيك يا امي، ايه الاخبار الحلوه دي؟ مبروك يا هدى، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا سامي. اعملي بقى حسابك يا حبيبتي، بكره عايزين نروح للدكتور عشان نطمن ونبدا نتابع بقى الحمل. لا لا دكتوره ايه بس يا سامي، هي دي اول مره، دي التالتة يا حبيبي. انا بس ما تقلقش، هاخد بالي من نفسي، وبعد كده اروح على ميعاد الولاده على طول. يا حبيبتي انا لازم اطمن عليكي، نروح كده اطمنا على النونو الجديد وكمان تحدد لنا ميعاد الولاده. عادي يعني يا حبيبي، ما انت لسه بقالك شهرين، يعني ممكن ابقى في الاول او في التاني. طيب، انا كنت هقولك كمان على خبر حلو هيبسطك قوي. خير يا حبيبي، قول. انا خلاص، كمان اسبوع كده هسافر، اخلص ورقي وحاجاتي هناك، وهرجع هقعد معاكم هنا على طول ومش هسافر تاني. بجد يا حبيبي؟ يا ريتك كنت ما سافرتش وقعدت معانا على طول. يلا يا ولاد، الفطار جاهز، يلا يا سامي. معلش يا ماما، انا مش هقدر اكل عشان متاخر على المحاضره، وحسن هيصحى كمان شويه عشان يروح شغل. طب وفين ياسمين؟ مش هتاخدها معاك؟ ما هي عندها محاضرات برضه. انا هنا يا ست الكل، وهنزل مع خالد، بس فين بابا حبيبي؟ طبعا، لازم تصبحي على حبيبك، وانا يعني مش حبيبتك؟ صباح الفل على حبيبة ابوها. صباح الفل يا حبيب قلبي. ياسمين، تعالي هنا عايزاكي. نعم يا ست الكل. انت كنت واقفة مع جمال ابن عمك ليه؟ اديكي قلت يا ماما ابن عمي، فيها ايه يعني؟ ياسمين، انا مش قلت كذا مرة مالكيش دعوة بجمال ابن عمك ده، ولا باخواته، ولا تقفي معاهم كمان. انا نفسي افهم بقى يا ست الكل، اشمعنى عم علي يعني ومراته وعياله ما بتحبهمش ليه ومش عايزاني اتعامل معاهم، مع انك بتحب عم محمد ومراته وعياله عادي يعني؟ ياسمين، قفلي على الموضوع ده، احنا بقالنا 22 سنة انا وانتي بنتكلم في الموضوع ده وبرضه مفيش فايدة، وخلاص اقفلي بقى الكلام بقى. وبعدين يا جمال، انا خايفة. ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ من موقف ماما يا جمال، كل ما تشوفني واقفة معاك تزعق، مش عارفة من واحنا صغيرين، مع ان يعني طنط سحر وعمو علي طيبين وكويسين وانا بحبهم، امال بقى ما تيجي انت تتقدم لي ماما هتعمل ايه؟ ما تقلقيش يا ياسمين، انا اتكلمت مع حسن وخالد اخواتك وهم موافقين، والنهارده ان شاء الله هخلي بابا يكلم عم سامي، وان شاء الله خير. ها، ايه رايك بقى يا بابا في اللي قلته لك؟ موافق؟ طبعا موافق يا ابني، انت مش هتلاقي احسن من ياسمين، لكن مشكله في مرات عمك، مش بتطقنا اكيد هترفض. معلش يا بابا، كلم انت بس عم سامي وهو اكيد هيقنعها.
حاضر يا ابني، هكلم لك عمك سامي. ها، قلت ايه بقى يا سامي يا اخوي؟ هتسمعني كلمة مبروك؟ طبعا موافق. هو انا هلاقي زي جمال ابن اخويا؟ بس هاخد رأي ياسمين وهقولك. ياسمين، تعالي يا حبيبتي، عايزه اخد رأيك في موضوع مهم. خير يا بابا؟ في ايه يا حبيبي؟ جمال ابن عمك متقدم لك، وبصراحة انا موافق وعايز اعرف رأيك ايه. والله يا بابا الرأي رأيك واللي انت تشوفه. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جمال؟ لا طبعا، استحالة الجوازة دي تتم، انا مش موافقة عليه. ليه يا هدى مش موافقة؟ ماله جمال؟ ده ابن اخويا. هو كده، انا قلت لك على جثتي، استحالة الجوازة دي تتم. وبعدين يا هدى، ياسمين هتفضل حابسة نفسها كده في الأوضة؟ دي بقالها شهر ما بتخرجش. وبعدين انا مش عارف انتي رافضة ليه، وامي كلمتك ومحمد اخويا وانتي برضو معاندة. في ايه؟ سامي، من الاخر انا قلت لك الجوازة دي على جثتي، مش هتحصل. وبعدين يا بابا، هنفضل سايبين ياسمين كده؟ لازم نتصرف. وبعدين انا مش عارف ماما مش موافقه ليه، العيله كلها كلمتها، ده حتى جمال لما جه يكلمها رفضت انها تقابله. بص بقى يا خالد، انا سكت كتير، بس انا مش هسيب بنتي كده. انا هحدد ميعاد الخطوبه مع عمك، وهي بقى تشوف تعمل ايه. يعني ايه يا سامي؟ يعني انا كلامي ملوش لازمه؟ هي ياسمين دي مش بنتي ولا ايه؟ وانا ماليش راي؟ هدى، لو في سبب قولهولي واقنعيني وانا هوقفلك الجوازه دي، لكن رفض كده من غير سبب لا. انا اسف، هعمل اللي انا عايزه انا وبنتي. وبعدين يا ماما، انا خطوبتي بكره، بس مش عارفه احس بفرحه زي كل البنات. مش معقوله هعمل الخطوبه وامي بعيده عني. والله يا ماما جمال كويس وبيحبني. اقعدي انتي بس معاه وكلمي وانتي هتحبيه. من فضلك انت يا ياسمين، لو بتحبيني صحيح اسمعي كلام امك، بلاش الجوازه دي. عشان خاطري اسمعي كلامي. طب ليه بس يا ماما مش موافقه؟ ليه؟ من غير اسباب يا ياسمين، انا مش موافقه على الجوازه دي ومش هتتم. وانا اسفه يا ماما، انا وجمال بنحب بعض وهنتجوز، ومفيش حد هيقدر يفرقنا ابدا. خير يا ست هدى؟ كلمتيني يعني وخليتيني انزل قبلك، عايزه ايه؟ بقول لك ايه يا علي، الجوازه دي مستحيل تتم، واحسن بقى تيجي من عندك وبلاش من عندي. لا، هتتم بقى يا هدى، الولاد بيحبوا بعض، حرام عليكي بقى، بطلي السواد اللي جواكي ده. سواد ايه؟ اسكت انت مش فاهم اي حاجه، ومش عايزه افهم حاجه. والجوازه دي هتتم، انسي بقى. هتتم؟ هتتم ازاي بقى؟ هو ينفع اتنين اخواتي يتجوزوا؟ على فكره، ياسمين بنتك يا علي. ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ مش تخاريف يا علي، فاكر الليله اياها؟ بعديها عرفت ان انا حامل، وسامي رجع من السفر، وما عرفتش انزل الطفل، وخلاص كملت وحملت، وقلت ان هو ابن سامي. وبعديها انا قطعت العلاقات، وحاولت ان انا امشي من البيت، بس سامي مرضيش، وشفت النتيجه اهي، بنتك عايزه تتجوز ابنك. بقولك ايه، انتي بتقولي اي كلام وخلاص، قلبك مليان سواد من ناحيتي، عايزه تبوظي الجوازه باي طريقه. بقولك ايه، ريحي نفسك، الجوازه دي هتتم يعني هتتم. طب اعمل ايه يا رب؟ اسكت واخلي اللي اخواتي يتجوزوا ده حرام، ولا اقول الحقيقه وبيتي يتخرب والعيله كلها تنهار؟ يا ربي انا غلطت وتوبت، سامحني، بس الظاهر ان الغلطه لسه ملحقاني، ساعدني يا رب. وهي دي اخرة الحرام، مهما خبيت لازم يجي يوم وينكشف. عشان كده لازم نعمل حدود في علاقتنا مع كل الناس، حتى اقرب الناس لينا. يعني ما ينفعش الست تدخل حد من اهل جوزها في بيتها وجوزها مش موجود، والراجل كمان ما ينفعش تدخل بيتك حد من اهل مراتك وهي مش موجودة. حافظوا على بيوتكم وربنا يحفظكم. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة، بحبكم قوي.